السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مطبخي مطبخ ذكاء العبادي، وحياكم الله من وين ما تابعتونا. اليوم عندنا هذا القالب البسيط اللطيف الظريف، ونشوفكم التفاصيل مع بعض، وإن شاء الله ينال إعجابكم. إذا أول مرة تتابعوني اشتركوا بالقناة، ولا تنسونا بالدعم باللايك وتعليق حلو يليق بمستواكم ومستوى متابعيني الحبابين الطيبين. هنا عندنا هذه الدمية طلعت من النت رسمة، سويت مثلها. الفستان كان من الكرتون، سويته على شكل مهفة أو مروحة، وطبقته وضفت له عجينة السكر، رفعت أطراف الفستان وتركتهم يجفون، وضبطت المقاسات مثل ما انتو شفتوا. يعني أثناء الشغل كل ساعة أخلي راس الدمية وجسمها وأضبط القياسات. أنا ما صورت حبايبي اللي شغل الدمية لأنه يعني بطيئة كنت بيه. هنا عندنا الخلفية سويتها على شكل دائرة، والنقشة هذه بسيطة، واحدة من اليمين واحدة من الشمال، وضبطتهم وثبتتهم على أطراف الخلفية بهذا الشكل، وأخذنا القياسات أثناء العمل. ولصقناهم بالماء. عجينة السكر ضفنا لها شوية من اللون السائل الوردي، وبدينا نشتغل التاج اللي هو عبارة عن تاج أميرات ديزني، وما كانت التاج كلش خفيف ولا ثخين، وإنما قياساته حلوة ومرتبة، والثخن مالته كلش بسيط. قطعت قلب سويت هذا المثلثات، وكل شوية نضبط القياسات. أيضا بواسطة فورمة سويت هاي الفتحات، ونشيل الزايد ونضبط القياسات. كلش مهم واحد يعني دائما يستخدم مقاسات ويستعين بأشياء تضبط له شغله. هنا كلهم سويتهم نفس القياس، وكورتهم على بعضهم، وصار عندي الكرات اللي تنضاف فوق التاج، وتركتهم يجفون. شريطة مستطيلة من عجين السكر سويت بيها 4 شرائح، وبرمتها على بعضها على أساس تصير عندنا وردة كلش بسيطة من عجينة السكر بهذا الشكل الهادئ البسيط. واسطة قطعة ورد بهذا الشكل، أول شي نضغط بيها نحصل على الشكل اللي نريده، وبالسبرنجة هي بيها سبرنجة ندفعها، صارت عندنا وردة. نضيف فقط بأداة عجين السكر مثل هذه، ونفتح البتلات بهذا الشكل. وطبعا انتم حرين تقدرون تفتحونها تتركوها كما هي، يعني يمكن بقت. هنا حبايبي جففنا هذه الأشكال اللي سويناها، أيضا ضفت عليهم اللون الأصفر، ورود باللون الأصفر خلف الكواليس طبعا، وتركتهم يجفون إلى اليوم الثاني. ثاني يوم لونا بالترتر هذه النقشات، وضبطنا المقاسات بهذا الشكل. كل شغلنا دائما نضبط. وضفت أيضا للفستان الخاص بالدمية 2 قطعتين، يعني بعد من الكركش، أو البعض يسميه كشكش، يعني حسب انتو تسميات اللي عندكم. اشتغلنا هذه القالبين، وكان هذه القالبين قياس 20 وقياس 15، لكن كل قالب ارتفاعه كان 20 سنتيم. الطبقة الأولى من الصقل كانت عبارة عن طبقة أخفي بيها كل عيوب القطع يعني والتحشية، بالإضافة إلى فتات الكيك اللي ينزل خلال العمل. فهذه أول مرة الطبقة الأولى. طبعا أنا من حشيت هذه القوالب ضفت لها دعامات من الخشب، أعواد من الخشب، دعامات، لأن الكيك عالي وهي طابقين وما أريدها تتفلش.
وهذه الطبقة الثانية من الصقل تكون باللون الوردي. حبايبي إذا وصلت ويانا إلى هذا المكان من الفيديو أتمنى تدعمونا، تنزلون تخلون لايك وتعلقون تعليق حلو مثل ما علقتونا بالفيديو السابق، وترحيبكم بي بعد العودة إلى القناة من جديد وأيضا تسجيل الفيديوهات. وشكرا جزيلا على كل من قدم كلمة طيبة فهي في ميزان حسناتكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة يقول أنه الكلمة الطيبة صدقة. صدقت يا رسول الله يا حبيب الله. فأتمنى حبايبي تعلقونا بالصلاة على محمد وآل محمد. أيضا إذا ما كنتم مشتركين تشتركون بالقناة، وحياكم الله. أرحب بكل المتابعين الجدد اللي انضموا للقناة من الفيديو السابق، وكانوا أغلبهم من الجنسيات العربية أيضا ومن العراقيين لحبايب قلبنا. وشكرا جزيلا لطيب كلماتكم، أيضا كل شخص دعمني باللايك وعلق في القناة. شكرا جزيلا فعلا من القلب، شكرا. أحبائي أثناء السقل أنا أستخدم مرش المي حتى من أسقل يكون سهل علي إنه أصفي الكريمة. وهذه الكريمة اللي أستخدمها هي كريمة شانتيه نوع فيزون، شركة الحاج عزيز المياحي. هي يعني كلش هاي النوعية راقية، يعني صراحة شفت على شغلها راقي. هنا أنا طبقة خفيفة من القاعدة مال الكيك خليتها فوق، وهذا القالب الصغير جواته اكو قاعدة لكن مفتوحة من الوسط. ليش مفتوحة من الوسط؟ هسه تشوفون حبايبي السبب انه راح اخلي دعامة بين القالبين. الدعامة الكبيرة راح اخليها ان شاء الله تعالى من فوق وتنزل الى الطابق الارضي تخترق الكرتونة هاي الخفيفة اللي خليتها. أني خليت 3 أعواد مع بعضهم وتيبتهم بتيب وصاروا بهذا السمك، وراح أدخلهم بين القالبين بهذا الشكل. هسه حبايبي هنا راح نخلي زخرفة بفورمة الوردة، هذه اللي اشتغلت بيها فورمة الوردة حتى تعطينا هذا المنظر الجميل. هنا راح نضبط مقاس وشون راح اثبت هذه الدمية. طبعا اذا تشتغلوها ستيكر هواية افضل واسهل لكم، وتكون خفيفة ايضا على الكيك لان الدمية ثقيلة حبايبي، فانتوا اذا تشتغلوها على شكل ستيكر افضل. هذه بالنسبة للفستان، شفتوها شلون صارت عبارة عن عبالك غلاف فستان مفتوح، عكس الموديلات اللي تشوفوها بالكيك يكون الفستان متدلي. هذا الطريقة هذه حبايبي إذا اتبعتوها كلش حلوة. يعني ابتكار حلو إنه واحد على كرتون يثبت الفستان بهذا الشكل. إن شاء الله عجبتكم الفكرة، وهذه يعني أني أحسها هي اللي مجملة القالب. ضفت الورود ووزعتهم بهذا الشكل. المتبقي من القاعدة هنا راح يخلون أشياء يعني هم على القاعدة البيضة مال توزيعات، فتركت هذا المجال. إن شاء الله عجبكم حبايبي الفيديو. في أمان الله وحفظه، وانتظرونا فيديو جديد على القناة. مع السلامة.